السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. لو اول مرة بتشوفوني انا أميمة ودي قناتي اسرار الاكل وتكاته. وصفتنا النهاردة ان شاء الله هتبقى كيكة الفانيليا بالكاستر او كيكة الكاسترد بالفانيليا. الكيكة دي يا جماعة كيكة شتوية بتتاكل في الشتاء، بتبقى دافية مش بتتاكل سخنة خالص او مش بتتاكل باردة يعني. هنشوف مع بعض عملناها ازاي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة هنجيب كده بولة، واهم حاجة البولة دي يا جماعة تكون ناشفة مفيهاش اي مية خالص او اي سوائل. هنحط فيها 4 بيض كامل، والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنحط عليها كوباية وربع سكر، وممكن تكون كوباية واحدة مش كوباية وربع، براحتنا يعني السكر براحتنا. هنا ممكن نزود كوباية ونص، كوباية وربع لحد كوباية. بعد كده هنحط عليها 2 باكت فانيليا اللي هي البودرة، لو عندنا فانيليا لسان هتبقى معلقة صغيرة. هنخلط بالمضرب كده لمدة دقيقة كده بالمضرب اليدوي أو بالمضرب الكهربي لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها أو يدينا الفوم واللون الأبيض اللي هتشوفوه دلوقتي، البيض والسكر مع بعض زي ما انتم شايفين الشكل كده. هننزل عليها بعد كده بكوباية إلا ربع زيت على زبدة، ممكن يكون زبدة خالص بس أنا هنا حطيت زبدة وزيت. بعد كده كوباية حليب، طبعا نفس الكوباية اللي احنا بنعاير بيها يا جماعة الحليب، بنعاير بيها السكر، بنعاير بيها الزيت والزبدة. هنبدأ نخلط تاني كده المكونات لحد برضو ما تتجانس مع بعضها وتختلط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنركن بعد كده الخليط اللي هو السائل، ونجيب بقى الخليط البودر اللي هو عبارة عن او الخليط الجاف اللي هو عبارة عن كوبايتين 2 دقيق، و3 معلقة صغيرة فانيليا بيكنج باودر او كيك شيف. وهنا يا جماعة ممكن نحط معلقة ونص كبيرة ورشة ملح، وهنقلب كده المكونات مع بعضها. بعد كده هنجيب الخليط السائل وننزل عليه على الدقيق كده زي ما انتم شايفين كده. هننزل على 3 مراحل او على 3 خطوات الدقيق مرة ونخلط كده. اول مرة كده اول مرحلة في الدقيق هنخلط كده بالمضرب اليدوي بقى العادي، شيلنا بقى المضرب الكهرباء وهنشتغل بالمضرب اليدوي العادي كده. هنحط المرحلة التانية، هنا هنحط يا جماعة الدقيق على 3 مراحل او على 3 خطوات كده المرة التانية. طبعا في اثناء يا جماعة ما انا بادئه معاكم في الكيكة كده كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة متوسطة كده. حطينا باقي الدقيق وهنقلب زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. التقليب يبقى على ناحية واحدة مش على ناحيتين، علشان الفوم او الهواء اللي في الخليط ما يطلعش مننا. زي ما انتم شايفين الشكل كده، انا كده حطيت ال3 مراحل في الدقيق. هبدأ اقلب كده لحد ما يختفي كل الدقيق معانا زي ما انتم شايفين الشكل كده. هنبدأ بقى نحطها في اي حاجة عندنا، ممكن نحطها في قوالب كيك عادي، ممكن نحطها في القوالب اللي هي الفويل، ممكن نحطها في بايركس، ممكن نحطها في اي حاجة عندنا متوفرة، مش هنقف على حاجة يعني. انا هنا حبيت احطها في صينية او في طبق كده بايركس على بعضه. هنا يا جماعة أنا دهنت الصينية بقطعة زبدة صغيرة كده، أو دهنت البايركس يعني. فضيت الخليط كله، طلعت طبعا الهواء اللي فيها لما خبطتها خبطتين كده، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة أو حسب الفرن بتاعكم. هنيجي بقى نعمل الطبقة اللي فوق أو الطبقة الخليط اللي حطيناه من فوق، عبارة عن 3 معالق سكر و6 معالق كاسترد و3 كوبايات حليب. طبعا هنا كوباية الكاسترد أو كوباية الحليب، كوباية الحليب بتاخد معلقتين 2 كاسترد. أنا كده حطيت 6 معالق كاسترد، عليهم 3 كوبايات حليب، عليهم ممكن 4 معالق سكر، ولو عايزين سكر أكتر ممكن نزود من 4 ل6. هابدأ أقلب كده فيهم لحد ما الخليط كله يعني إيه يدوب مع بعض على البارد. بعد كده هاحطه على النار. خد مني 5 دقايق كده على النار مع التقليب المستمر طبعًا عشان ما يتكتلش معانا ولا يتكلكع. طبعًا حطيت 2 باكت فانيليا. بعد كده طلّعنا الكيكة كده بعد ما اختبرناها وشُفناها وعرفنا إن هي استوت. هننزل عليها بالخليط كده على الوش. طبعًا يا جماعة الكيكة دافية والخليط سخن، يعني هُم الاتنين دافيين، يعني الكيكة إيه، باردة دافية شوية والخليط سخن. هنبدأ بقى نوزّعها كده عليها، لإن الكيكة دي زي ما قُلت لكم بتتاكل دافية، لإنها من الكيكات الششوية. تمام، بالشكل ده كده وزّعت الخليط عليها أو وزّعت خليط الكاسترد. وفي المرحلة دي بقى اختياري، أنا كان عندي هنا شوكولاتة شيبس اللي هي البني أو الغامقة، ممكن نحط اللي هي البيضا، ممكن نحط شوكولاتة مبشورة، أي حاجة متوفرة عندنا مش هتقول لأ إن شاء الله.
وده شكلها كده النهائي. كيكة سريعة جدا وبسيطة، ومكوناتها ان شاء الله موجودة عندنا في كل بيت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اول مرة بتشوفوني، لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. القاكم على خير في فيديو جديد. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.